السلام عليكم خوتي، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في احسن الحوال ان شاء الله. اعتذر على الروطار اللي درتو بزاف، راه تقريبا ازيد من 5 اشهر ما حطيت حتى شي فيديو. هذا السبب اللي خلاني نبعد شويه على السوشيال ميديا ونبعد بزاف على اليوتيوب ونبعد بصفه عامه على المحيط ديالي، حيت درت كما نقولوا واحد الخلوه خلات انني ندرك الموقع ديالي ونعرف يعني المسار اللي خصني نتوجه له. ومع حكم الخدمه ومع حكم انني بدلت بزاف الحوايج في حياتي، هذا علاش حاولت انني نبعد على السوشيال ميديا. المهم ماشي هذا هو موضوعنا. الموضوع ديالنا هو القرعه الامريكيه وما ادراك ما القرعه الامريكيه. بزاف الناس غادي يقولوا لي وانت جيت روطار والقرعه راه بدات والناس دفعت. ماشي هذا هو الموضوع، انا جيت نعطيكم غير الاخطاء اللي ما خصكمش ترتكبوهم في القرعه الامريكيه، وجيت نفض الغبار على بعض الناس. شي فيديوهات كنشوفوهم راه الصراحه راه الناس بنادم راه ما كان غير يجيبها فمي ويقول كيبقى يهضر والله ما عارف اشنو هي القرعه الامريكيه. شي فيديوهات سمعتهم شي ناس الصراحه كانوا موفقين في طريقه الشرح، والبعض الاخر ما عارفش نهائيا كيفاش كتتم هذه العمليه تاع القرعه الامريكيه. المهم ما نطولش عليكم الهضره خوتي، انا هذه القرعه الامريكيه تبعتها بواحد الشكل دقيق جدا، حيت بحكم انه شي ناس كنعرفهم شخصيا من العائله ديالي ومن المقربين ديالي طاحت فيهم القرعه الامريكيه. هذا علاش جيت نعطيكم غير بعض المعلومات اللي الناس بزاف غافلين عليها وما عارفينهاش. وكيقول لك بان القرعه الامريكيه ايوا راه كذا، راه بزاف طاحت فيهم، ولكن هي راه الحظ كيلعب 99%. الحظ هو كما نقولوا هو اللي كينجح، وهذا الشيء كيبقى قضاء الله وقدره والرزق ديالك. ثاني حاجه خوتي، الناس اللي ما بغيتهمش يطيحوا في هذه الاخطاء هو انك تمشي عند شي شخص تسجل المعلومات، تعطيه لا كارت ناسيونال ولا تعطيه الباك وتقول له سجلني وانت تبقى واقف وكتشوف فيه. هذا هو علاش درت هذا الفيديو، ما تطيحوش في هذه الاخطاء. اللهم تسجل انت بوحدك، ما كنتش عارف ومشيت عند شي مولا سيبير ولا شي وكاله مختصه في هذا الشيء ديال التسجيل، جلس معاه وروح عنده وقول له مثلا بغيت نشوف المعلومات اللي درتهم. ماشي تشكيك في داك السيد، ولكن غير خطا منه قادر يكلفك الكثير والكثير. وهذا الشيء راه ماشي انا اللي قلته، راه شفتو في الجروبات الوقيته اللي كنا كنتبعوا الاحداث. الناس خرجت من القنصليه كتبكي بسبب انه وقع له خطا في الاسم ولا خطا في شي حاجه، وراه كلفوا اجراء اداري، ومن الاجراء الاداري عطاوه الرفض نتاع الفيزا. شحال من واحد كان مزوج كيدير لهم كيقول لك لا انا غادي نمشي غير بوحدي، كيكذب على المراه وكيمشي كيدير لهم بانه عازب. نهار اللي كتخرج له القبول وكتخرج له يعني كيقولوا عمر الدي اس ديالك، كيحصل واحد الحصله اللي تكلفوا الكثير ويقدر ما يعطيوش نهائيا الفيزا الا كان هو متزوج ودار لهم عازب، وكذلك العكس الا كان كما نقولوا هو عازب ودار لهم متزوج. اللهم خويا كنت متزوج كتب لهم انك متزوج، كنت عازب كتب لهم انك عازب. الا درت لهم متزوج غادي يقولوا لك اذكر يعني الاسماء والمعلومات ديال الاطفال ديالك والزوجه ديالك. ما فيها والو خويا، من بعد ما بغيتش تديهم ما تديهمش، ولكن ضروري تذكرهم. بزاف الاحداث بغيت ندير لكم فيديو خاص بهذه المواضيع، مرحبا انا راهن الاشاره. هادو هما اخطاء القاتله اللي كيديروهم الناس، كيكذب في الاسم، كيكذب في بزاف الحوايج يقدر ما يكونش مقصود، هو كيبقى غير يزرب. وثاني حاجه اللي تركزوا عليها بزاف هو التصاور. وكما كتشوفوا في هذه النماذج تاع التصاور هما حاطينهم لكم في الموقع الخاص بهم، وكيقولوا لك السي محمد حنا هاد التصاور اللي باغيينه والمقياس 600 على 600 ما تفوتليش هذا المقياس. كذلك احترم المعايير، حيت راه ماشي بنادم اللي كيقبل واللي كيتريا الملفات وما يكذب عليكم حتى شي واحد. كاين واحد لوجيسيال، كاين واحد لاباراي هي اللي كتري بنادم من خلال الصوره هو فقط. راه ما كاين لا معلومات، ما كيشوفوش سميتك انت فلان بن علان بن كيران ابن كذا ولا، راه كيشوفوك الصوره ديالك واش محترمه المعايير ولا ما محترماش، واش الصوره كما نقولوا بداك الشكل اللي طالبينها هما ولا ما طالبينهاش. ما يمكنش انك تمشي دير تصويره بخلفيه بيضاء وانت داير كما نقولوا شي تريكو ولا شي سورفيت دايرها بيضاء، ولا داير شي قميجه بالكرافات، راه ما كيقبلوش هذا الشيء. هما علاش اليوم لبست لك حل باش نوريكم بانه ما كانش محسن انك تلبس حاجه كحله ولا حاجه صفراء ولا حاجه اللي كتكون مغايره للون الابيض. الخلفيه خصها تكون بيضاء. كذلك تحترم المقياس ديالها وتحترم باش انك ما تدخل عليها حتى شي حاجه. ديك الصوره خصها تكون مثلا يعني ما دايرلاش كما نقول حنا فوتوشوب ولا شي تعديل ولا لا حقا خصني نبان زين وكذا. راه داك اللوجيسيال ما على بالوش بك زين ولا ماشي زين، راه كيقبل بشكل عشوائي. علاش تسموا القرعه العشوائيه؟ ما على بالوش بك انت، ما تدخلها حتى شي لوجيسيال وما تكونش التصويره اللي سجلت بها العام اللي فات تولي ديرها. راه لوجيسيال كيتعرف عليها بمجرد كيتعرف عليها الرفض كيحيدها من الطريق. علاش؟ لان ديجا هذيك التصويره راه عندها واحد السيستم يعرفها بها. اللهم روح اخويا عند شي صوار، كنصحك ما تصورش بتليفونك. راه بزاف الناس المغالطات كيلونسيو لهم لا راني تصورت غير بالتليفون. هذاك السيد تصور بالتليفون اولا كيعرف يدير تعديل الصوره بالمقياس المطلوب، كيعرف يتصور ما خصش يبان الظل ديالك. يعني ما تمشيش انت تتبع داك السيد اللي قالها لك في اليوتيوب وتمشي انت تبغي دير بحاله وتخرج على راسك. يعني اللهم ما كتعرفش خويا، سير عند المصور. انت ملي تمشي عند المصور مجرد تقول له بغيت الصوره ديال القرعه راه غادي يديرها لك ويصاوبها لك. راه الا بان غير واحد شويه ديال الظل موراك راه مرفوضه لك ديك الصوره.
بالاضافه على النظارات، بالاضافه بزاف الحوايج. يعني المصور راه عارف، راه ماشي اي مصور عارف، ولكن كنهضر لكم على اللي كيكون مختص في هذا الشيء ديال القرعه الامريكيه. غادي يعطيك مثلا الصوره، غادي يستافدك في الايميل ولا في يو بي، غتمشي تسجل انت بوحدك، ما قدرش تمشي عند شي واحد ولكن جلس معاه، اجلس معاه، لانني ما حد كنأكد لكم على هذه القضيه الا وراه فيها متاعب من بعد ما غادي تقبل. شحال من واحد مسكين سجل بواحد الايميل، داك الايميل مشالو ما عقلش عليه. علاش كنقول لكم الايميل ديما عقل على الايميل ديالك، تكون عندك بالسميه بكل شيء. النيميرو باش غادي يعطيك يعني ديك الورقه، قول له امبريميها وخرجها لك. هذاك الكود اللي غادي يعطيوه لك لابد ما تحافظ عليه. سميتك تكون مكتوبه بشكل صحيح كما مكتوبه في لاكارت ناسيونال. الناس كذلك اللي عندها البكالوريا راهم طالبين غير البكالوريا. الناس اللي ما عندهاش البكالوريا الله يرحم لكم الوالدين، بلا ما تضيعوا تديو رزق عباد الله، حيت راه بزاف الناس كيسجلوا ما عندوش كاع الباك. شحال من واحد كيسجلوا لا علاقه ليه بالقرعه، خارج من التاسعه وكيمشي يسجل وكطيح فيه القرعه، وموراها كيمشي للقنصليه كيجريو عليه. علاش؟ هما شارطين 12 سنه من الدراسه. ما كاينش عندك 12 سنه بلا ما تشقي راسك، وراه غادي ترفض وغادي تضيع فلوس وغادي تضيع المجهود البدني ديالك والذهني. راه بمجرد كيعنوا على النتائج وكتنجح، راه كتدخل واحد المعركه اخرى اللي هي العامل الذهني. وسولوا الناس اللي نجحت فيها وقولوا، هما غادي يجاوبوني على هذا الجواب، حيت راه واحد العامل الذهني اللي خطير وخطير بزاف. الناس شحال من واحد طاحت فيه القرعه ومع ذلك ما مشاش، حيت هنا كتدخل واحد المعركه اخرى ديال كتسنى النشرات، كتسنى المواعيد، كتسنى راه الناس اللي شجحت راه عارفه واش كنقول، حيت راه شحال من واحد طاحت فيه القرعه ولكن الكيس نمبر ديالو طاح كبير بزاف. يعني ما كيوصلوش التور، ملي كتسالي السنه الماليه كيقولوا له الله يعاونك. يعني هما راه ماشي اي واحد طاحت فيه القرعه راه غادي يمشي. الناس اللي كطيح فيهم القرعه كما نقولوا حنا 50,000 فما فوق، يعني الكاس نمبر ديالو الرقم ديالو كتكون الحظوظ ديالو قليله بزاف. وهذا الشيء شفناه بعينينا. ملي كتكون عنده قل من 50 لتحت شويه كيكون عنده الحظوظ باش انه يمشي. يعني ما عمرك تسمح في خدمتك وتبقى متبع هاد القرعه الامريكيه. هذه كتسمى لعبه حظ، يعني انت غادي ديرها وتسنى الرزق ديالك الله عز وجل اللي غادي يجيبه لك. من بعد ما غادي تجي فيك وروح ديريكت شوف المعلومات ديالك واش مكتوبين بشكل صحيح، وروح الكيس نمبر وشوف شحال الرقم ديالك. كان قل من 50 فهنيئا لك، كان فوق 50 غادي تدخل واحد المعركه اخرى ديال انك غادي تبقى تسنى واش يوصلك التور واش ما يوصلكش. نهار ما يوصلكش التور سال السنه الماليه يدخلوا في عام جديد، فهنا راه كيتم الاقصاء ديالك بشكل مباشر. المهم ماشي هذا هو موضوعنا. علاش كنقول لكم ما تعلقوش عليها الامال؟ علاش قلت لكم راه الناس بزاف دايرين المغالطات كيسحب لهم اي واحد طاحت فيه راه غيمشي. انا ماشي كنقول لكم باش نحطم الامال ولا، ولكن كنقول لكم كنعدكم داك الشيء اللي غيتسناكم. يعني ماشي شي حاجه اللي بالساهل، ولكن في نفس الوقت راه داك الشيء زوين بزاف، حيت راه ملي كتبقى تسناها راه كتحس بواحد الشعور زوين. ولكن ما تسمحش في خدمتك، ما تسمحش في قرايتك، ما تسمحش في حاجه اخرى. الناس اللي في اوروبا كذلك، في اسبانيا، في فرنسا، في اي بلد اوروبي ولا في بلد عربي، من حقك حتى انت تدفع، من حقك تدفع ومن حقك تفوت في القنصليه الامريكيه فين كاين نتايا. بزاف الناس فوتوها هنا في اسبانيا، بزاف الناس فوتوها في فرنسا. يعني من حق اي واحد. العام اللي فات تقريبا دفع 60 مليون واحد اللي دفع على وجه الكره الارضيه. هاد 60 مليون راه ماشي بالساهل باش غادي يختاروك انت في وسط ديك 60 مليون ويقول لك رواح عندنا لامريكا، راه ماشي سهله. حيت العام اللي فات تقريبا داو 55 الف واحد اللي تعطلوا في القرعه الامريكيه. هاد 55,000 اللي كيقبلوهم وكيصيفطوا لهم راه بزاف الناس كاين اللي ما كيشوفش كاع، ما كينسى الكود ولا ما على بالوش صافي ما كيشوفش. كاينين شي واحد قال لك كيكون يقدر يكون مات، كاين شي واحد اللي كيدير كاع بنقص ما كيجيش ما يعني كيكون عنده شي خدمه زينه وكيمشي من امريكا. كاين اللي كيكون كاذب في المعلومات، كاين اللي كيكون ما عندوش كاع البكالوريا. يعني كيتم الاقصاء بمجموعه تاع الناس وكيوصلوا لدوك صحاب اعداد الارقام الكبيره. هذا هو لا شونس اللي كاين في القرعه الامريكيه. انا كنت كنتمنى باش انهم يديروا شهاده البكالوريا اساسيه، كيتصيفط التصويره صيفط شهاده البكالوريا، ولكن للاسف كل عام ما كيديروهاش، ما عرفتش علاش. ولكن شهاده البكالوريا ضروريه 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 بزاف. وكاين اللي غادي يقول لك ايوا اللي ما عندوش بكالوريا عنده غير شي ديبلوم. كاين مواقع خاصه بانك تشوف وزاره الخارجيه الامريكيه واش الدبلوم ديالك مؤهل ولا غير مؤهل. لكن مؤخرا ولينا كنسمع بزاف الرفض لصحاب الدبلومات، حيت خاص فيها شروط بزاف. خاص تكون عندك شهاده مهنيه، خاص تكون عندك شهاده الخبره، وخاص تكون خدمت عامين في 4 سنين. المهم مخربق هذاك الشيء وعاطينك السنوات. خاص تكون بديت مثلا 5 سنين قبل اعلان القرعه، وخاص تكون خدام. المهم فيها بزاف الشروط، وبزاف الناس مشاو تقبلوا وعطاوهم دبلوم وتم الرفض ديالهم حيت ما عندهمش 12 سنه. وداك الدبلوم اللي عطاوه لهم قال لهم هذا يعني غير معترف به من الدوله. المهم فيها روينه بزاف. هذا علاش كنصحكم، كانت عندك 12 سنه من الدراسه فدفع، كان عندك شي دبلوم يعني مجهد ديال بصح وكتشوفوا بانه مؤهل وعندك خبره وكنت خدام وعندك شهاده، يعني كما نقولوا شهاده الخبره وهذه، فدفع حتى نتايا راه يقبلوك. ولكن الدبلوم خصك تشوف واش مؤهل بلا ما تضيع راسك، حيت راه نهار غادي تقبل
خاصك تعمر الدي اس. باش تعمر الدي اس راه فيه المعلومات ديالك انت، راه كيبحثوا في كل شيء ديالك انت، يعني راه ما كيزقلوا لك ولا حاجه. علاش كنقول ما تكذبوش في المعلومات؟ راه غادي نهار تقبلوا، نهار تعمر الدي اس 260 غادي يقول لك روح الشريف كتب لنا المعلومات ديالك، فين ساكن، الدار فين ساكن، واش رحلت سبق لك رحلت، الا كنت ديجا رحلت تذكر لهم الدار الاولى اللي سكنت فيها، المدرسه ولا الاعداديه اللي قريت فيها كتبها، دابست ولا شي نهار دخلت للحبس ولا شي حاجه كتبها، جميع المعلومات، المواقع الرسميه ديالك في السوشيال ميديا كتبها، عندك شي في قناه فيسبوك كتبها، عندك شي صفحه في فيسبوك ولا في واتساب عفوا ولا في تيك توك، كتب كل شيء، يعني ما كيزقلوا لك ولا حاجه. ملي كتعمر لك المعلومات خصك تصيفطها قبل ما يكمل الشهر، شحال ما صيفطها بكري مزيان، يعني غير مجرد يخرج لك القبول عمر الدي اس، والدي اس راه صعيب بزاف، خصك تكون خبير باش انك تعمره، ولا شي واحد اللي كيفهم في الانجليزيه باش يعمرو. من غتعمرو تصيفطو كتسنى انها تخرج النشرات، من تجي النشره مورا كيجي المواعيد، من تجي المواعيد كتبقى تسنى الرقم ديالك واش غادي يوصل، داكشي كيفوت واحد الشكل بطيء بزاف. هذا علاش الناس كتستريسا، كاين اللي كيجيب عام والزياده، كل واحد وشحال. من بعد ما كتبقى تسنى كيخصك تمشي تخدم وتجمع فليسات، هذا الا ما كانش عندك الفلوس بطبيعه الحال، حيت راه كتسناك واحد يعني كتسناك واحد المداخيل خصك تخلصها، مثلا في القنصليه كتخلص واحد 330 دولار، ومن بعد عاوتاني ملي كتمشي راه المخاسر ديال الطبيب، المخاسر ديال الترونسبور، سيرتو الا ما كنتش ساكن في كازا، كنت ساكن بعيد على كازا، زيد عليها غير المركوب راه تقريبا قادر يوصل حتى المليون، غالي بزاف يعني. وكتمشي عاود امريكا كذلك نفس المشكل، يعني راه الكيره يعني خص على الاقل تكون عندك واحد 5 مليون. وحذاري ثم حذاري ينصب عليكم شي واحد يقول لكم راه القرعه الامريكيه راه كتخلص عليها، ولا راه خلصني وندير لك واحد السيستم ولا واحد السكده وغادي يكون عندك لاشونس احسن من هذوك. ما كايناش نهائيا، القرعه الامريكيه مجانيه، واللي كيدفع لها بشكل مجاني من غير الاتعاب ديال الموسيبر ديك 20 درهم ولا اللي كتعطيها ولا 50 درهم، وزيد عليها مصور اللي غادي يصورك. هادشي اللي كاين، ما كتخلص حتى شي درهم حتى كتخرج فيك القرعه. ملي كتخرج فيك كتخلص المخاسر ديال الطبيب، وماشي اي طبيب غتمشي عنده، راه كاين واحد الاطباء اللي معترف بهم يعني من طرف القنصليه الامريكيه، وبلا ما يحتاج انني نذكر الاسماء ديالهم، حيت نهار غادي تقبلوا غادي تدخلوا غير الجروبات غادي يعطيوكم الاسماء والمعلومات فين كاينين، يعني في الدار البيضاء كاينين 3 اللي كاينين لا اقل ولا اكثر. من بعد ما كتمشي كتشد معاهم رونديفو، كدير المواعيد، كدير داك الشهاده الطبيه ديالك، ومن بعد صافي كتمشي يوصلك الموعد ديال، يعني كيكون اصلا عندك الموعد في القنصليه، كتمشي كتدفع الفيزا ديالك تما، كتخلص واحد 330 دولار، ومن بعد صافي ملي كيعطيوك صافي كيقول لك يعني تما يقول لك واش مبروك الفيزا ولا اجراء اداري. الا عطاوك اجراء اداري فهنا عرف بلا راك عندك شي خطا في الاسم ولا شي خطا في المعلومات اللي قدمتهم ولا شكوا فيك في شي حاجه، كيوليو يقول لك اكد لنا على هذه، جيب لنا شهاده البكالوريا. الناس اللي غادي يقول لك اودي شهاده البكالوريا انا راه عندي بصح غير باك ليبر، باك ليبر اخويا الا ما كانش عندك فيه 12 سنه بلا ما تحتاج تدفع، حيت الا كنت خارج من سيزياماني فما راك هنا ما راكش مكمل 12 سنه، كنت قريت البكالوريا وما ديتش الباك ودرت باك ليبر فهنا من حقك تدفع، حيت راك وصلت 12 سنه. هما كيشترطوا 12 سنه، والحاجه اللي كتاكد لهم 12 سنه هي شهاده البكالوريا. كنت ديت الباك بشهاده باك ليبر فكيشترطوا عليك تجيب لهم فوقاش قريت واخر سنه قريت فيها ومن خرجت وكذا، كتجيب لهم كامل ديك الروليفي ديال الشهاده المدرسيه، كامل السنوات اللي قريتهم بالنقاط وشحال ديت في هذه وشحال تما عاد كيتاكدوا انك قريت 12 سنه، تما عاد كيعطيوك الفيزا ديالك. اغلبيه صحاب باك ليبر كيعطيوهم اجراء اداري، الاغلبيه قليل كيجيب لهم الملف مصاوب مقاد، ديك الساعه ما كيعطيوهمش اجراء اداري. المهم مش هذا هو موضوعنا، الموضوع هو انك ما تخلص حتى شي حاجه، خلص مول السيبر، جلس معاه، حضي المعلومات ديالك، راقب، وراه قسما بالله الا كطيح في بزاف تاع الناس اللي كيديروها غير بالضحك، وانا كنت كنعرفهم شخصيا، انا وقفنا معاهم ولاحظنا هادشي وتبعناها خطوه بخطوه، حيت عارف هاد القرعه الامريكيه حافظها كما حافظ سميتي، يعني راه داكشي ساهل وسهل وكيكون مجاني، وبزاف الناس داروها غير ضحك وطاحت فيهم. ولكن لا سامحكم الله لوك الناس اللي ما عندهمش هذا البكالوريا كيسجلوا، فاتقوا الله في اخوانكم، راه الناس بطاليه، الناس باغا تدبر على راسها، الناس باغا تصوفي، الناس عندهم حلم، ما ديروش اخوتي هذا الخطا، راكم كتاخذوا عرق ديال عباد الله. عندك دبلوم شايفو ما غاديش يكون معترف به، وشايف بانك الدبلوم قريت فيه غير عام ولا يعني خارج من التاسعه، مع احترام اصحاب التاسعه، وداك الدبلوم ما غادي ينفعك في والو، فبلا ما تدفع اخي، لانه ماشي تجي تقول هو انت ما كتعلمش، لان حنا عارفين بزاف الناس رفضوهم صحاب الدبلومات. دخل الموقع الخاص ديال وزاره الخارجيه الامريكيه، بحث وشوف، وغتلقى الدبلوم ديالك النوع ديالو واش معترف به ولا ما معترفش به، ديك الساعه من حقك تدفع، حيت ماشي انا اللي غادي نعطيك الفيزا. لكن الا شفت راسك عندك غير مثلا واحد
دبلوم عادي بزاف وما خادمش، والدبلوم ديتو في 1990 وانت ما عمرك خدمت في داك الدبلوم ديالك وما عمرك قرقبت فيها وما عمرك مشي، وما اصلا كيطلبوكش اسم الشركه اللي خدمت فيها وخدمت بداك الدبلوم، يعني كيطلبوك واحد التخربيقات بزاف. يعني غادي تحصل الا شفت راسك ما درت والو بداك الدبلوم، يعني غادي غير تدي البلاصه لواحد اخر. انا الناس اللي دفعت بالدبلوم وتقبلوا راه كيخدموا بالدبلوم ديالهم وكيكون عندهم اعترافات من عند الشركات بان السيد راه شحال خدم عندنا وها شحال، راه ماشي غير كتجيب لهم الدبلوم صافي كيقبلوك، راه موراها بزاف المعلومات خصك تجيبهم لهم. هذا علاش كنقول بلا ما تشقي راسك، راه الا ما كانش عندك هاد الشروط ديال انك خدمت واحد المده محدده وانك عندك شهاده تاهيل وعندك يعني بزاف المعلومات، فراه ما غيقبلوكش. اللهم اعطي البلاصه لواحد مسكين يصوفي راسو وانت ربي يسهل عليك، سواء في كندا سواء في استراليا في اي بلد كتمناه. هادشي اللي كان اخوتي، كان هذا غير واحد التوضيح بسيط من خوكم عبدو. حتى الناس اللي في اوروبا من حقهم يدفعوا، والناس اللي في دول عربيه مغاربه ولا جزائريين فين ما كنت من حقك تدفع. طلبوا ربي يسهل على الجميع وما تنساوناش بصالح الدعاء ديالكم. كان هذا غير فيديو توضيحي وفقط، حيت شفت بزاف الفيديوهات كيعطيو مغالطات وقلت اللهم نوضحوا هذا الشيء هذا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.